واضحة جدا جدا. ولو الجبنة الرومي ما بانتش يبقى هي الوحيدة اللي ما فيهاش شقوق كده. الطاسة سخنت، هحط فيها معلقة زيت واحدة يا جماعة، بس معلقة زيت واحدة. واضحين اهو مع بعض، ما نكترش زيت، احنا مش بنقليها، احنا بس بنديها صدمة كده علشان تبتدي تاخد لون حلو. ما شاء الله غطيت عليها وقعدت دقيقة واحدة وابتديت اقلبها اهو. جميلة جدا طبعا، تهيألي مفيش احلى من كده ولا ابسط من كده. هتحطيها في الفريزر، طريقة تخزينها تحطها في الفريزر وتطلعها تاني يوم الصبح ان شاء الله على اللانش بوكس، وتديها للولاد وهتبقى جميلة. عبال ما يجوا ياكلوها هتبقى كأنها لسه طازة حالا. تمام. ولو ليكي انت عينيها وطلعها قبلها بساعة وكلوها بألف هنا وشفا. بصي جميلة وهشة، بصي مش قادرة اقولك بصراحة على جمالها، حلوة جدا جدا جدا.